السلام عليكم الأخوات ومرحبا بكم في قناتي عالم صابرين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون الصحة ديالكم لاباس. فيديو جديد على قناتي إن شاء الله غنقدم لكم كيك يومي رائع كيجي أخف من الريشة، لذيذ بزاف، ببيضتان فقط وبدون حليب أو ياغورت، اقتصادي جدا وكيجي طالع وخفيف بزاف. فكنتمنى إن شاء الله الأخوات الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم. وإلا كنتي اختي اول مره كتزوري قناتي فما تنساش تشتركي وتفعلي الجرس باش هكا تبقاي توصلي بكل جديد، وما تنساونيش باللايك ديالكم للتشجيع، وكما العاده فرجه ممتعه. وغنبداو على بركه الله. وكاول خطوه غادي نديروها هو اننا غادي نوجدوا المول ديالنا. بالنسبه للمول اللي انا كنستعمل دائما معكم فهو مول كبير ماشي صغير، القياس ديالو 24 سنتيم. كندهنو مزيان مزيان بالزبده وغادي نرشو بالدقيق. انا كندهنو بالزبده احسن من الزيت باش كيجي احسن وكيعطي واحد اللون زوين. كندهنو مزيان وغادي نرشو من الدقيق، وفي نفس الوقت غادي نزول داك الفائض ديال الدقيق باش ما كيبقاش لينا. وغادي ندخل المول ديالي للمجمد بالماء موجود الخليط. هاد الطريقه هذه باش كندخل المجمد كيساعد بزاف باش الكيك ديالكم كيتزول لكم من هاد المول بكل سهوله وما كيتفرتش لكم نهائيا. فصافي هنا غادي ندخل المجمد وغادي نمشي نحضر المقادير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو فغادي نحتاجو جوج بيضات. انا هنا نستعمل جوج بيضات صغار، الا كانوا كبار يكون احسن. عندي قشور ديال حامضه درت منه معلقه صغيره، ما استعملش القشور كامل. خديت حامضه عصرتها ودرتها في الكاس وزدت الكميه الاخرى ماء. انا تقريبا خدات لي نص كاس ديال العصير د الحامض، زدت ليه الكميه الاخرى ماء. شحال ما خدات لكم ديك الحامضه غادي تكملوها الماء باش تحتاجوا كاس مخلط ما بين العصير د الحامض والماء. عندي كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، جوج ديال الخمارات، وعندي كذلك الدقيق اللي كيبقى على حسب الخليط. غادي ناخذ جوج بيضات غنديرهم في المول هنا في الخلاط عفوا. هنا ضروري الاخوات من الاحسن تستعملوا الخلاط الكهربائي الا كان عندكم، يفضل كيعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. كندير جوج بيضات، كندير القشور ديال الحامض حتى هو غادي نضيفه. غادي نزيد ايضا كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، وكاس مخلط ما بين عصير الحامض والماء. نزيدو عفوا قبيصه ديال الملح، وكنخلطو مزيان مزيان هاد المكونات في الخلاط تقريبا واحد دقيقه ولا جوج دقائق هكاك، حتى كيتخلطوا لينا كيولي عندنا واحد القوام اللي ثقيل واللون ديالو ابيض كيف ما كتشوفوا. كنكبوه في واحد الاناء كيف ما كيبان لكم. وهنا الاخوات اللي ما عندهمش الخلاط الكهربائي يمكن لهم يستعملوا فقط الطراب اليدوي، لكن في الاول غيخلطوا البيض والسكر هما الاولين، عاد كيضيفوا الزيت شويه بشويه، عاد يضيفوا داك الكاس المخلط ما بين الحامض والماء باش هكا كتعطيهم نتيجه احسن. هنا غادي نزيدوا الدقيق شويه بشويه، وطبيعه الحال دائما الدقيق يكون مغربل. وتقريبا انا احتاجيت جوج كيسان ونص، نتوما على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. كنزيدوا جوج اكياس من خميره الحلويات من فئه 8 غرام، اي المجموع 16 غرام. حتى هما من الاحسن اننا نغربلوهم، وكنخلطوا مزيان مزيان هاد المكونات كيف ما كيبان لكم. كنبداو كنضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كنتحصلوا على واحد القوام اللي ما كيكونش خفيف بزاف وما كيكونش ثقيل. صافي غادي نخلط كيف ما كيبان لكم. وهنايا دائما كنقولها لكم الدقيق من الاحسن يكون مغربل واحد جوج خطرات ولا ثلاثه، فحتى هو كيعاون بزاف الكيك ديالكم، كيعطي واحد النتيجه اللي زوينه. بالنسبه للحامض فهو صراحه كيعطي واحد النتيجه رائعه جدا جدا للكيك. كثيرشي ملي كيتفاعل مع خميره الحلويات كيعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. هنا كيف ما غيبان لكم ما غاديش ندير الخل لانه الحامض راه كيدير نفس المفعول ديال الخل. وبالنسبه انايا الحامضه اللي استعملت فهي حامضه كبيره، وخدات مني العصير ديالها يعني نص كاس ناقص واحد شويه، وكملت الكميه الاخرى ماء باش تحصلت على كاس. صافي هنايا غادي نكمل الكميه ديال الدقيق ديالي كامله. كيف قلت لكم انا عبرت جوج كيسان ونص، وكل وحده على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندهم. دائما الدقيق باش كنعرفوا ان هذاك هو الخليط، ناخذوا هكا كنهزوا الخليط ديال نفس السما وكيبان لينا ما كيتقطعش، هذا كيدل على انه هو هذاك كيف ما كيبان لكم. وكنكتبوا رقم 8 فكتكتب معنا وما كتهبطش لينا للاسفل. فهذا صافي هذا هو القوام ديال الكيك. صافي هنايا غادي ناخذ المول ديالي اللي غادي نخرجوه مباشره من المجمد، وغادي نكب فيه الخليط ديالي. ودائما كنهزوا الاناء ديالنا الفوق وحنا كنكبوه باش هكا كيدخل الهواء وكيزيد هذا الكيك ديالنا كيطلع لينا اكثر وكيعطي نتيجه احسن. صافي بهذا الشكل هذا كيف ما كيبان لكم.
ومن بعد ما غادي نكب الخليط ديالي كامل غادي ندخل الكيكه ديالي الفران اللي كيكون بارد، يعني حتى كندخل الكيكه ديالي عاد كنشعلو. بالنسبه للنار كتكون مهيله بزاف يعني بحال الشمعه، يعني كنهضر لكم على الفرن الغازي. وبالنسبه للفرن الكهربائي حتى هو نفس الشيء، غادي تدخلوه حتى تدخلوها عاد تشعلوا عليها الفران. ودرجه الحراره غادي تكون 180 او اقل من 180 على حسب نوعيه الفرن اللي عندكم. كتخليوها حتى كطيب مزيان، يعني ما كتحلوا عليها حتى كدوز واحد 30 او 35 دقيقه. عاد كتشوفوها الا بانت لكم نشفات وتحمرات هكا من الجوانب، كتشعلوا عليها تحمر من الوجه ديالها، او كتهبطوها باش كتحمر من الوجه ديالها كيف ما كيبان لكم. انا حتى شتا تحمرت من الجوانب، هبطت تحمرت من الوجه ديالها. خدات هذا اللوين هذا وكتخليوها من الاحسن تبرد مزيان مزيان. كثيرشي الكيكه ديال الحامض فكتكون هشيشه بزاف، فخليوها حتى كتبرد تماما. عاد كتزولوها من المول ديالكم كيف ما كتشوفوا راه كتزول بكل سهوله. هنا راه كانت باقيه دافيه وزولتها، لكن ما تزولوهاش وهي باقا سخونه، راه كتفرتت وكتهرس لكم. من بعد غادي نقلبها للجهه الاخرى كيف ما كيبان لكم. والتزيين كيبقى اختياري على حسبكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم. تقدروا تزينوها بالكونفيتير او العسل او النباج. كيف ما كتشوفوا راه تبارك الله كتجي عاليه وكتجي منفوخه وكتجي خفيفه وزوينه بزاف. صافي هنايا غادي ندهنها كيف قلت لكم بالمربى. انا غنستعمل المربى الخاص بالحلويات. غادي ندهنها هكا مزيان من الوجه ديالها، ومن بعد غادي نرشها هكا بالكوك. كذلك ممكن تخليوها غير هكا راه كتجي زوينه. كيبقى الاختيار ديالكم على حسب الذوق ديالكم، على حسب التزيين كيبقى على حسب كل متوفر عند كل واحد. غادي ندهن غير هكا الوجه ديالها بالمربى فقط، وغادي نرشها هكا بالكوك كيف ما كيبان لكم. غادي نرش هكا الكوك في الوجه ديالها وصافي. غادي من الاحسن كي قلت لكم خليوها حتى كتبرد تماما عاد قدموها، لانه كتكون هاد الكيكه هذه بالذات كتكون هشيشه هشيشه بزاف، فمن الاحسن باش ما تهرش لكم. صافي غادي نخليها حتى كتدفى انا غير شويه، وان شاء الله غنقدمها معكم. وكذلك غنقطعها معكم باش نوريكم القوام ديالها كيفاش كتجي من الداخل. وهنايا الاخوات من بعد ما وجدت عندنا الكيكه ديالنا فكتجي بهذا الشكل هذا. تبارك الله راه كتجي طالعه وخفيفه وزوينه. والناس اللي عشاق الحامض اكيد اكيد غادي تعجبكم بزاف بزاف، لانه كيجي فيها المذاق ديال الحامض رائع جدا. وبالنسبه للحامض كيعطي واحد الخفه واحد الهشاشه رائعه جدا. كيف ما كتشوفوا القوام ديالها من الداخل زوينه خفيفه، واهم حاجه انها لذيذه لذيذه بزاف وما فيهاش بزاف ديال المكونات. كيف ما شفتوا معايا يعني مكونات اللي بسيطه بزاف كتحضروا واحد الكيكه اللي اكثر من رائعه. فكنتمنى ان شاء الله اخواتي الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه ديالي، دعموني بلي لايك، ومرحبا والف مرحبا بجميع التعاليق ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله تعالى، ومع السلامه.